السلام عليكم ورحمة الله. أخواننا الكرام، أخواتنا الفاضلات، بتمنى جميعا تكونوا بخير وعافية. صرنا في السنة الرابعة وشعبنا تحت وطأة ثقيلة من الدم والخراب. في أشياء خطيرة جدا حصلت. الناس بتسأل لماذا وكيف. باختصار رح نقول شعبنا بعد 50 سنة من القهر والظلم تحرك بمبادرات ونشاطات سلمية. النظام قابل هالموضوع بتوحش شديد، كلكم بيعرف، وورط الثورة كلها بالصراع العسكري. هالأمر أدى إلى نتائج غير محسوبة لأحد. النظام كان رح يتوقع أنه هالأمر رح ينتهي لصالحه، والثورة أيضا، لكن للأسف الشديد هذا الأمر دفع ثمنه باهظا شعبنا من دمه، من بنيته، من أهله، من أولاده، نسائه وأطفاله، وسبب خسائر غير مسبوقة أخطرها 6 ملايين طفل من دون تعليم، آلاف المعوقين والمصابين صحيا، مشاكل اجتماعية لا تعد ولا تحصى، إضافة إلى خراب البنية التحتية. هذا الأمر خطير جدا حقيقة. والنظام حاول بكل الطرق أن يقمع الناس، ما استطاع. حساباته ما كانت دقيقة، وكان للثورة أنه تتابع طريقة وتصل إلى نتيجة خلال أشهر، ولكن توحش النظام أولا، ثم دخول 3 خطوط على الموضوع خربت كل شيء. وأريد أن أتكلم بصراحة شديدة. هناك 3 مشاريع إقليمية وأقليمية تدخلت بشكل مباشر، إضافة إلى مشاريع صغيرة أخرى. أول شيء المشروع الإيراني، 2 مشروع بعض الدول الخليجية، 3 مشروع القاعدة. إيران عندها أحلام إمبراطورية، وظانة أنه سوريا جزء لا يمكن الاستغناء عنه، تتقاتل حتى النهاية، وأدخلت حزب الله وورطته وخربت المقاومة بهالموضوع. في المقابل بعض الدول الخليجية خايفة من إيران وبدها تصد تغولها، بس للأسف الشديد اشتبكت معها بأرضنا ودفع الثمن شعبنا من أولاده وعرقه ودمه. المشروع الثالث مشروع هالشباب والصبايا اللي شعلوا روح الحرية في الأمة، استغل المناسبة، قال يلا منفوت على هالقصة ونحرك مشاعر الناس، وأقصد به خط القاعدة. ه3 مشاريع اتصارعت في سوريا، وهي اللي أدت بصراحة إلى النتيجة اللي عم نشوفها اليوم. الأمر حقيقة بحاجة إلى إعادة نظر. ونحن كسوريين هذا بلدنا، وما بدنا إلا ما يرجع مثل ما كان بعافيته وعهده وقوته، لأن هذه القوى بتحرك غرائز الناس للاقتتال، للدم. ومن أخطر المشاريع اللي عم تحركها موضوع الصراع السني الشيعي. في كثير من الناس بين يندفعوا للموضوع ما بيعرفوا أبعاده، وهنا بيتقدموا له ويظنون أنهم عم يستشهدوا في سبيل الله من دون ما يحسوا وما بيعرفوا. وطبعا في بعض الدول يقولوا الناس يعني ليش عم تتقدم بهذه الطريقة أو تتحرك بهذه الطريقة. بالسياسة الدول أحيانا تغرق كما يغرق متعاطي المخدرات، ما بيحس بنفسه، وبعد فترة بيلاقي حاله بأزمة كبيرة، وبتكبر هالأزمة هي وبيغرق فيها، وهو بيقول لعله جرعة ثانية من الأعمال اللي عم قوم فيها تنقذني، مثل ما النظام ساوى بموضوع العنف. هذا أمر بصراحة عم يخرب أوطان وعم يخرب دول، ولابد أنه يكون في مخرج منه في النهاية. هالدول كلياتها عم تقع تحت تأثير رغبة السيطرة أو الهيمنة أو المواجهة. وبذكركم جميعا بما حصل في الأندلس، وقت كان كل أمير مسكين بيظن أنه بالتعاون مع الفرنجة نجاته ونجاة هالإمارة الصغيرة اللي بيحكمها. كان يقول لهم للفرنجة تعالوا اقتلوا أخي، ودمروا هالإمارة الصغيرة التي بجانبي، يظن أنه بصير العافية له. ولكن فعلا بعد ما كانوا ينهوا أخوه وينهوا اللي قبله واللي بعده. وهي حال الأمة العربية اليوم، عم تشتغل ببعضها، ومشاريعها الجزئية اللي ما كانت ترقى لحتى تكون مشروع حضاري يلم الأمة كلياتها عم ندفع آثارها. وللأسف أكثر بلد دفع الثمن على الإطلاق هو الشعب السوري العظيم،
اللي له الآن العام الرابع عم يتصدى لتوحش النظام، وعم يتصدى لهالمنظومات الثلاثة اللي حقيقة يعني ما أبقت شيء إلا فعلته من أجل أن تزيح الآخرين ودفعت شعبنا ثمن غالي. الآن ضمن هالمعطيات والاشتباكات يعني نحن شو لازم نساوي؟ نحن كسوريين لازم نستسلم، هذا قدر. طبعا هناك إضافات كثيرة ومصالح جزئية ومعارضة مرتهنة. شعبنا دفع كثير من دمه وأهله أولاده، ولكن عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، ثم ثقة بهذا الشعب اللي تجاوز كل هالعوائق وما زال صامد ومبدع أيضا، رح يتجاوز العوائق ويرجع يبني بلده إيد وحدة ويرجعها مثل ما كانت إن شاء الله. الفكرة الأساسية هي التفاهم. بصراحة سوريا أغلى من النظام وأغلى من المعارضة بكثير. باقي السوريين كلهم ما لهم رأي، بلا هذا الرأي ما لازم يكون مكتوم، لازم يطلع على العلن ولازم كلنا نشتغل فيه. الناس اللي مع النظام والناس اللي مع المعارضة اللي مع الثورة ما في شيء يا ترى بيتقاطعوا فيه. نحن كسوريين ما في شيء بيجمعنا. أنا عندي اقتراحات وما رح كترها اليوم، إن شاء الله بنلتقي بمرات قادمة. خلينا نتفق كلياتنا كسوريين على بعض النقاط مشان نحمي بلدنا. وبرد بكرر، سوريا أغلى من النظام وأغلى من المعارضة وأغلى من كل شيء فيها. النقطة الأولانية، بدي أسألكم شو رأيكم بتقسيم سوريا؟ موافقين أنتم على هالأمر؟ أنا لحد الآن ما سمعت في حدا بالمعارضة ولا في حدا بالنظام بيحكي بهالموضوع. خلينا نتفق أنه نكون يد واحدة في وجه أي محاولة لتقسيم سوريا. ومثل ما أفشل هذا المشروع اللي إجا فيه الاستعمار الفرنسي، ممكن نحن نفشله مرة ثانية هلأ. خلينا نكون إيد واحدة بهذا الموضوع. وأنا بشكر الإخوة الأكراد لأنه حقيقة رغم دفعهم من جهات دولية صدرت منهم تصريحات واضحة بأنه هن ما رح يكونوا أبدا نواة الانفصال عن سوريا. هي نقطة. النقطة الثانية، مين منكم بيرضى أن تكون سوريا رهينة لأي مشروع إقليمي أو أممي؟ غالبية الشعب السوري سترفض هذا الأمر. معناته دعونا نتفق أيضا على استقلال القرار السوري والقتال عنه ورفض كل مشروع إقليمي أو أممي. وطبعا هذا الأمر ما بيتعلق بالقاعدة وما بيتعلق بدول الخليج وما بيتعلق بإيران فقط، بيتعلق فيهم ثلاثة وبكل طرف آخر بده ينهي صراعاته ببلادنا. نحترم الكل بنوع من الندية ولا نرضى بهيمنة أحد. فهذه النقطة الثانية، استقلال القرار السياسي السوري. ثلاثة، أنا بدي أسأل السؤال اللي مررته قبل قليل: في شيء أغلى من سوريا؟ في شيء أغلى من أولادها ونسائها وأطفالها ودمها وهوائها وترابها؟ في شيء أغلى من حضارتها ودينها وأخلاقها ومدنيتها ونسيجها الاجتماعي؟ خلينا نحط إنقاذ سوريا هو الأولوية اللي كلنا نشتغل فيها. وخلينا نقول بصراحة أكثر، النظام والمعارضة لازم يتنحوا الاثنين. في من أبناء البلد كثيرين ممكن يحملوها للبلد، وممكن كلنا إذا تساعدنا نرجع سوريا، إذا كنا بنحبها حقيقة نرجعها لوضعها وأقوى إن شاء الله. ولكن إذا بقي هذا التناطح بين طرفين، كل طرف مرتبط بمشروع إقليمي أو أممي، ما رح نوصل لنتيجة أبدا. خلينا معناتها نقول إنه سوريا أغلى من الكل علينا وبدنا نرجعها إن شاء الله مثل ما كانت. الأمر الرابع، في حدا بيحب الدم؟ في حدا بيحب القتل؟ ما بيهمني الناس اللي عندهم غرائز متوحشة، هدول قلة بشعبنا. شعبنا بمجموعة ضد القتل ضد الدم. يكفيهم السوريين ما أصابهم. صار عندنا 500,000 شخص ذهبوا من كل الأطراف. حرام، حرام سوريا. خلينا نحن نتحرك كناشطين مدنيين وسلميين كشعب حي ويضغط على الكل. كفى للقتل، كفى للدماء، كفى للخراب. الأمر الخامس، المشاريع الإقليمية والدولية ما رح تتركنا بخير بصراحة إذا بقينا متفرقين، ورح تحترمنا ورح نتعاون معها وقت بنكون يد واحدة، وقت بيكون بلدنا أهم من كل شيء. مشان هالموضوع هاد خلينا أيضا نتفق على حل سياسي تفاوضي تفاهم بين كل الأطراف. هذا الحل إذا اتفقنا عليه بدنا نلزم فيه النظام ونلزم فيه المعارضة.
ونقول لهم أنتم الطرفين تعالوا، يكفي ما دفعت سوريا من ثمن. نحن بدنا نتجاوز هذه الأزمة. خلينا نتفق على ضرورة الحل السياسي والتفاوض والتفاهم، لا لمصلحة طرف أبدا، ويجب أن يكون هناك عدالة انتقالية، كل الناس تأخذ حقوقها. الناس اللي قتلت وقصفت وشردت واضطهدت وعذبت وسجنت، وين بتروح حقوقها؟ لابد من عدالة انتقالية. فنحن نتفق على أنه نحل أمورنا ضمن محور تفاوضي وسياسي، وهذا رح يجنب البلد المزيد من الدماء والقتل. هي النقاط الخمسة ما رح أتوسع فيها الآن، إن شاء الله لنا رجعة قريبة، ولكن إذا اعتمدناها أرجو أن يكون من وراءها خير كثير. ويجب على الشعب أن يفرضها على النظام وعلى المعارضة، ومن وراء ذلك سيكون هناك نجاة لهذا البلد إن شاء الله قبل أن تضيع. في أمر صغير أحب أن أقوله للنظام: لا تظن أنك انتصرت أو رح تنتصر. الأمر طويل، وهذا الشعب شعب عنيد، وأنت عم تزداد تكريه للشعب فيك. ما بيهمني ما بتقولوا على الإعلام، يهمني الشعب اللي عم بيعيش من تحت، سواء اللي تحت يدك ولا اللي يعيش في مناطق بعيدة عنك. هذا الشعب بده حرية، وسيتابع طريقه مشان الحرية. لذلك نصيحة من أجل بلدنا كلياته: يكفي ما فعلته بهذا الشعب، يكفيك. وإذا كنت حقيقة تريد الخير، ليش عم تضيق على الناس؟ ليش حصار الأماكن المدنية، عقوبة للناس العسكريين؟ هؤلاء ما بيهمهم، عم تعاقب المدنيين. ليش عم تقصف المدنيين بالليل وبالنهار؟ عم تقصف أحياء حلب الفقيرة، عم تقصف أهلنا بحوران. أنت عم تشوف أثر هالأمر، عم بيزداد الناس كره لك، ومهما كان عندك مشروع ما رح يؤدي إلى نتيجة. ليش عم تمنع الناس من جوازات السفر؟ ما حق لهؤلاء الناس. أنت بدك تحبب الناس بسوريا ولا بدك تكرههم بسوريا وبدك تخليهم بعاد عنك؟ وعشرات ألوف المعتقلين وخصوص النساء والأطفال، لأيمتى؟ بتظن رح تسيطر؟ لا، ما سيطرت، ما نجحت أبدا في أي شيء أنت حاولت تساويه. لذلك برد بقول مرة ثانية: كفى، وخلينا نتخذ قرار عاقل ينقذ سوريا. وبحب أقول له لبشار الأسد شخصيا: عم تشوف أنت مقاطع الفيديو، أنا بتجيني من الأطباء مو فقط من اليوتيوب، عم تشوف الأطفال الصغار اللي عم تتقطع إيديهم ورجليهم، ببعث لك إياه الشريط. الطفل اللي عمره 4 سنوات عم تبكي بغرفة العمليات وتقول: يا ماما يا ماما رجعي لي رجلي، يا ماما رجعوا لي رجلي. أنت ما عم تتصور هالألم اللي عم بيصير عند الناس. حجم الألم بالشعب السوري أكبر من أنه يستطيع النظام يحتويه. لذلك النظام يجب أن يرحل، بس عم نقول خليه يرحل بتفاهم وتفاوض، وليس لمصلحة أحد. ما ظنوا أنا عم دافع عن المعارضة أو عم أقول سلموا الحكم للمعارضة. هذه المعارضة مرتهنة ومرتبطة ولا تصلح لقيادة سوريا. أنا عم أقول خلي سوريا بين أيدي أبنائها. نتفق كلياتنا النظام والمعارضة على أن نقدم أهل الاختصاص وأهل الكفاءة، وهن ممكن يقودوا البلد، وبعدين كلنا نتنحى لصالح هالبلد اللي بدها سنوات طويلة لترجع بعافيتها إذا اتحدنا مع بعضنا. الشعب السوري الآن بصراحة لا يمكن أن يلتئم إلا على مشروع وطني. ولو سيطر النظام على بعض المناطق أو المعارضة على بعض المناطق، لا يمكن أن يلتئم ويقف على أقدامه بالحدود الدنيا إلا باجتماع كل السوريين. وهذا الأمر ما ممكن ضمن هذا الظرف الراهن وضمن هذه القوى التي تتصارع. بدنا الكل يتنحى ويطلعوا أبناء سوريا الأحرار الذين ما لهم ارتباط بأحد إلا ببلدهم وبجذورهم، وهؤلاء كلنا نكون في خدمتهم، وهذا أكيد رح يرجع البلد لعافيته. مرة ثانية أقول للنظام: ولا تفوت الفرصة مثل ما فوتها مرات كثيرة. إذا كنت ترغب بمفاوضات حقيقية فأيدينا مفتوحة. وطبعا الناس بيقولوا لي: من أنت؟ وقت النظام يكون جاد، هناك مجموعة من خيرة القيادات السورية مستعدة أن تتفاوض مع النظام من أجل وطن حر وكريم، ولا تبحث عن منصب ولا عن موقع. في النهاية بتمنى من النظام إذا كان راغب أن يرسل أحد ذو صلاحية من أجل أن نتناقش في هذا الموضوع قبل ما تقتلنا جميعا المشاريع الإقليمية والدولية. هذه الرسالة ليست مبادرة سياسية، اليوم هي فقط معايدة لأهلنا اللي منحبهم، لكل أهل سوريا، وخصوصي اللي دمهم على كفهم،
وخصوصا الناس المهجرين والمشردين والناس اللي في بيوتهم أعزاء رحلوا عنهم، وللأطفال اليتامى وللمساكين وللناس اللي ما عم تعرف شو بدها تساوي، وللمحرومين والفقراء والمحتارين، لشعبنا الطيب كله اللي عم بيدفع ثمن أبدا ما هو كان راغب يمشي بطريقه أبدا. شعبنا بده يرجع لطريقه اللي اختاره هو، وبتمنى عيدنا القادم ما يكون إلا فرح وخير وسرور وبركة على الجميع، ووطن حر وكريم. بتمنى لكم رمضانا مقبولا وعيدا كله خير لنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرر ما ذكرته في مؤتمر روما. يا أخواننا، قد يوجد بعض المجموعات التي يدندنون عليها في الليل والنهار. كل إنسان ضد الظلم فنحن سندعمه، كل إنسان يقاتل الفساد فنحن معه، ودماء أطفال ونساء سوريا أكثر أهمية من طول لحية بعض المقاتلين. كفى ضحك علينا. أقول بكل صراحة، كلنا شعب واحد، ولن نرضى أن يقصف إنسان واحد يحمل سلاحه ضد الظلم. الأمر الآخر موضوع الإرهاب. يا أخواننا، نحن ضد كل تجمع، كل جماعة، كل فكر، كل سلاح يريد أن يدمر البنية التحتية، النسيج الاجتماعي لسوريا. ضد كل فكر تكفيري صراحة. نحن ضد كل فكر دموي يحمل أفكاره إلى الناس بالحديد والنار والإرهاب والإكراه. القرآن الكريم يقول لا إكراه في الدين. نحن مجتمع منفتح، مجتمع متسامح، ولن تعيش هذه الأفكار بيننا، ولكن لن نسمح باستغلال هذا الأمر المرة تلو المرة، كما استخدمت حيلة أسلحة الدمار الشامل في العراق لتدمير العراق. لن نسمح ولن نرضى باستخدام حيلة وجود مجتمعات إرهابية لتدمير سوريا. دماء الشعب السوري أغلى من كل التصريحات الخارجية، وقرار الشعب السوري يتخذه الشعب السوري وحده. وموضوع المجموعات التي تحمل فكرا غريبا، فكرا متطرفا، نقول للدول التي تدعمها بمئات الملايين ولا تدعم شعبنا: اسحبوا مجموعاتكم، شعبنا ما في إرهابيين. دماء الناس أغلى علينا من كل شيء. في شباب مثل الزهور عم يدفعوا دفع إلى بلادنا لتتخلص منهم بلادهم. عم بعلن بصراحة، هناك أشخاص أتقياء أبرياء أنقياء مخلصين إخلاص شديد وضعوا أرواحهم في أكفهم من أجل الدفاع عن هذا الشعب العظيم المظلوم المذبوح. هناك دول تدفع مئات الملايين من أجل أن تأتي هذه المجموعات إلى بلادنا لتتخلص منها، لا حبا في سوريا ولا حبا في الجهاد. الوعود الدولية إما أن تعطى لهذا الشعب، وإما كفى مماطلة وتسويف وضحك على هذا الشعب. شعبنا قرر طريقه وسيتابع، ونحن نعرف كيف ندبر أنفسنا مع بعضنا. الشعب السوري إذا ابتعدت الأيدي التي تحاول تغيير خطه سيجد طريقه إلى حريته بأسهل وقت. هناك معركة كسر عظم في بلادنا إقليمية، هناك معركة كسر عظم في بلادنا إقليمية ودولية. أرضنا ليست مسرحا للعب. اخرجوا من بلادنا جميعا، اتركوا الشعب السوري وسيجد طريقه بنفسه. وأنا أقول للجهات الكبرى: العلاقات والمصالح ليست أوتستراد باتجاه واحد. يعني ما بصير تتدخلوا بكل شغلة، وعندما نحتاج إلى دعمكم تعطونا بالقطارة. إما أن تعطونا الدعم الكافي بكل شيء، وإما أن تنسحبوا بكل تصوراتكم وبكل أصابعكم في المنطقة. الشعب السوري حتى الآن يعاني مأساة غير مسبوقة. وأقول مرة ثانية: الشعب السوري شعب متمدن. كلمة المدنية من صميم أخلاقنا وديننا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى المدينة أول شيء سوى وثيقة المدينة، وهي وثيقة تجمع بين كل مكونات الناس للعيش المشترك،
وكان في المدينة مسلمين ومسيحيين ويهود وغير ذلك، وضمتهم وثيقة المدينة. ونحن نقول أن الإسلام هو إسلام مدني حضاري يسع الناس